هزو لزو الفلوانس لا بخير كيستيليم. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم واحد لا بوري بلا صوص تجي ما شاء الله. وما نطولش عليكم، بسم الله غادي نبداو. هنا في لاشواغ ديالي درت بصله متوسطه وزوج فصوص ديال الثوم، رحيتهم، لازم ترحيهم مليح باش لاصوص ديالنا تجي عقده. هنا عندي مخصو ديال الدجاج. بالنسبه للدجاج قدروا عفوا نديروش بغيتو على حسب الكميه اللي بغيتو طيبوها. انا نكتفي فقط بواحد. وعندي الزيت وعندي الملح. بالنسبه للتوابل عندي الزنجبيل والفلفل الكحل. هذا ما كان. هنا في القدره ديالي ندير الزيت، ندير هذاك الدجاج لازم يتقلى مليح. نتوما تقدروا ديروا زوج مورصو ولا ثلاثه، لكم الاختيار. انا نكتفي فقط بواحد. كي غادي يطيب كامل في الاخير غادي نفتو، ما نخليهش هكا مورصو كبير. كي يقلى لي هذاك الدجاج لازم يتقلى مليح مليح. نضيف هذيك البصله مع الثوم اللي رحيتهم، رحيوهم مليح باش تجي لاصوص ديالنا عقده خاطره. بهذه الطريقه نخليهم يتقلاو. دائما نقول لكم السر في بنات الماكله هو التقليان، لازم تقليوهم مليح مليح. هنا نسيت ما قلت لكمش، درت الفطر لي شامبينيون نسيتهم. نتوما كي تقلى كامل البصل ديالكم مع الدجاج وتتبلو، هنا ندير شويه فلفل الكحل مع الزنجبيل وشويه ملح، وغادي تزيدوا الفطر ديالكم. انا نسيتو حتى وين مرقتو درتو. شوفوا اللي بغى يدير يدير، اللي ما بغاش يقدر يستغنى عليهم. اللي عنده الشامبينيون يدير، اللي ما عندوش ما يديرش. لكن تزيد بنه على بنه. هنا كي تبلت كامل نزيد نخليها يتقلى شويه، يشبع. هي لازم يشبع التقليان. والله غير جربوا هاد لاصوص، انا نحبها. تقدموها مع لا بوري تجي ما شاء الله. نغطيه ونخليه يزيد يتقلى شويه. هنا من جهه اخرى حكمت البطاطا ديالي وقطعتها دموع صغار ودرت لها الماء والملح وخليتها طيب. كي طيب ان شاء الله كامل غادي نصفيها ونديرها شويه ديال المارغرين والفخوماج وشويه فلفل كحل. اللي عنده لا كريم فريش يدير، اللي ما عندوش يدير شويه حليب. وخدموها بالباتور باش تجي كريميه ما شاء الله، تجي كيما لاموس. هنا صاي راهو تقلى كامل، غادي مرقوا على حسب الدجاج ديالكم. هنا نمرق ونخليه يطيب. كما قلت لكم انا نسيت الشامبينيون حتى في الاخير درتهم. نتوما ديروهم قبل ما تمرقوا. هنا نكتفي بالماء. كي طيب لي هذاك الدجاج غادي نحيه ونفتتو كامل، ولا قطعوه دي مورصو صغار هكذايا، وعاودوا ديروه في لاصوص. وخلي هذاك لاصوص ديالكم تتجمر، خليوها فقط شويه، ما تخليوش بزاف. قسمه تقدموها مع لا بوري. شوفوا اللي بغى يخليها كي طيب كامل، اللي بغى يخليها هكاك بيضه يخليها. هاي لك لاصوص. اللي بغى يخليها هكذا يخليها. لاصوص راهي ما شاء الله. ودرت هذوك لي شامبينيون كما قلت لكم. انا في الاخير غادي نزيدها لا كريم فريش، حوالي نص كاس هكاك، ونخليها تغلي حوالي 4 دقائق حتى ل 5 دقائق ونطفي عليها. اللي ما بغاش يدير لا كريم فريش يخليها فقط هكذا. حكموا حوالي مغرف من هذا لاصوص، حكموا مغرف، خليوها في الطبسي ولا في البول، خليوه يبرد. كي يبرد ضيفوا له المغرف، مغرف صغيره معمره مليح ديال الفرينه، خلطوها مليح مع هذيك لاصوص، وعاودوا ديروها في هذا في لاصوص، كبوها لداخل وخلطوا وخليوها تعقد. كي تعقد كامل طفيو عليها، ولا ديروا كما درت انايا في الاخير. كيف تتكامل هذاك الدجاج ولاصوص راهي مليحه، بقات لي غير شويه. في الاخير نضيف لها حوالي نص كاس ديال لا كريم فريش ونخليه يتبقبق شويه، حوالي كما قلت لكم ميم با 5 دقائق هكاك، ونطفي عليه ولاصوص ديالي تكون جاهزه. ولا بيوري غادي نخدمها كما قلت لكم كي طيب كامل غادي نصفيها وندير لها شويه ديال المارغرين، الفخوماج
وشويه فلفل كحل، واللي عنده لا كريم فريش يخدم بلا كريم فريش، اللي ما عندوش يدير شويه حليب ويخدمها بالباتور حتى تحصل على قوام يكون كريمي، وتشوفوها في الاخير ان شاء الله. هاي ليك لابوري كيفاه جات في الاخير، والله ما شاء الله، غير جربوها ما غاديش تندموا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم الوصفه، وما تبخلونيش بهذاك الجيم، وبارطاجيو لا فيديو بين الاصدقاء ديالكم. اللي ما دارش عفوا متابعه للقناه ديالي يدير باش يصلكم كل جديد، شغل من ندير وصفه جديده توصل لكم ان شاء الله. وما نطولش عليكم، على بروشين فيديو ان شاء الله مع وصفه جديده ان شاء الله.